لو عندك شوية دقيق هاتيهم وتعالي نملى بقى البيت بالخير وندي لولادنا الصبح في اللانش بوكس، وحاجة كده بجد تحفة خطيرة جميلة، يعني تنفع للمدارس، تنفع للشغل، تنفع تفطري بيها الصبح، حاجة كده بسيطة ومكوناتها بسيطة وطعمها تحفة. هنعملها مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة وناجحة 100%، يعني حتى لو مبتدئة هتعمليها بمنتهى السهولة. اتمنى تتابعوا معايا الفيديو للاخر. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. ويلا نبدأ وصفتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جبت بولة، طبق كده غويط، ونزلت فيه بكيلو من الدقيق. حابة تنقصي الكمية تعملي مثلا نص كيلو مفيش مشكلة. نزلت عليهم بكيس من الخميرة الفورية وقلبتها كده وزعتها جوه الدقيق. تمام. ودي كمان معلقة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان كنت نازلة بمعلقة صغيرة من الملح. كل المكونات الجافة دي كده هبتدي اقلبها مع بعضيها اهي. يبقى الكيلو الدقيق عليه كيس من الخميرة، عليه معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، عليه معلقة صغيرة من الملح، هنزل عليه كمان ب3 معالق كبار من السكر. وابتدي برضو اقلب السكر كده بحيث ان هو يتوزع جوه الدقيق. طبعا انا المفروض ان انا لو عندي اي حبوب محتاجة احطها، سمسم، شمر، ينسون، اي حاجة بحطها هنا والمكونات جافة، بس انا كنت ناسيها خالص فنزلت بيها بعد ما عجنتها. فاحنا لو عندنا سمسم او حابين نحط اي حبوب معانا دلوقتي ممكن نحطها من ضمن المكونات الجافة. نزلت بقى بكوباية من سائل سمنة على زيت. تمام، يعني نص كوباية سمنة ونص كوباية زيت محطوطين على بعض، وابتدي ان انا اوزعهم كده الاول جوه الدقيق. ونبتدي نحضر بقى يا كوباية لبن دافية يا كوباية مية دافية، اللي عندك حطيه مش هتفرق. الكوباية دي ممكن تبقى كوباية ونص، ممكن تبقى كوباية بس، على حسب نوع الدقيق بتاعك. وابتدي بقى اقلب كده. وطبعا احنا دلوقتي بقى انا هشيل المعلقة خالص وابتدي بقى ان انا انزل بايديا عشان احس واشوف هي محتاجة فعلا. هي كده محتاجة طبعا سائل تاني زي ما قلتلكوا، بيبقى على حسب نوع الدقيق نفسه. ما عندكيش بقى لبن، عجنت بمية عادي خالص لحد ما بدأت ان هي تمسك مني كده وتتشكل عجينة اهي. طبعا انا كنت ناسيه خالص احط لها موضوع السمسم ده، فحطيته بقى عليه وهي عجينه، وحاولت بقدر الامكان ان انا يعني ادخله جوه العجينه. بس طبعا لما بتنزلي بالسمسم والمكونات لسه جافه بيبقى متوزع كويس قوي في الوصفه بتاعتك. تمام. كان عندي حوالي 3 معالق كبار كده، بحاول بقى ان انا ادخلهم كده جوه العجينه واعجنهم كده ببعض، واقوم جايبه معلقتين من الزيت حطهم تحت العجينه عشان العجينه ما تلزقش في الطبق، واغطيها واسيبها تخمر. طبعا انت لو مش واثقه من الخميره فضي الخميره على نص كوبايه ميه ومعاها معلقه كبيره من السكر وسيبيها على جنب. لو اختمرت وطلعت فقاعات كده يبقى هي شغاله، لكن انا عشان واثقه من الخميره فاشتغلت بيها على طول. بصوا هنا اختمرت بس ما اختمرتش قوي، هي كده كده اصلا لسه هتختمر كمان في السجق. باخد بقى قطعه كده من غير بقى مرش دقيق ولا زيت ولا اي حاجه، هي سهله في الفرد خالص. خدها كده ابتدي ان انا افردها سمك اقل من نص سنتي عشان هي كده بتنفش في الفرن اهو. نفرد كده وابتدي بقى اقطعيها التقطيعه اللي انت عايزاها. ابتدي كده اساوي بس الحروف
دي بقى يا جماعة بتعملوها بتلاقي ريحة البيت خطير، ريحته جميلة كده كأنك واقفة في فرن من الأفران بتاعة الشارع اللي هي فرن المخبوزات دي، أفران المخبوزات دي بجد بتبقى جميلة وبتملى البيت خير وبركة كده وبتبقى تحفة بجد. تاخدي بقى منها لولادك في اللانش بوكس الصبح، بتاخدي معاكي الشغل، آه تاكليه كده مع كوباية شاي كده بيبقى تحفة. بساوي بس الحروف، هبتدي ان انا طبعا اللي انا بشيله دوت بيتعجن وبيتعمل تاني من الاول عادي، مش مشكلة خالص. وابتدي بقى ان انا اقطع على حسب الطول اللي انا عايزاه. باجيب بقى صينية مدهونة بالزيت بسيط قوي يعني، وابتدي ان انا ارص فيها القطع بتاعتي دي. طبعا مشغلة، طبعا هستنى شوية عليها بس قد 10 دقايق كده تخمر تاني وهي في الصينية، وابتدي ادخلها فرن سخن درجة حرارة 180، واجهز الرف الوسطاني. ولو عندك شواية بعد ما يعدي عليها مثلا ممكن نقول ربع ساعة كده افتحي عليها الشواية، لو ما عندكيش قلبيه عادي بايديك، انا كنت بقلبه بايديا عادي مش مشكلة. اهو نرص كده واحدة واحدة، شايفين عملت كمية اهي ولسه هكمل ما شاء الله، رمى معايا كمية محترمة جدا. اهو دخل الفرن، ولما يطلع دول هدخل غيرهم تاني، وده الشكل النهائي. بصوا حلوة قوي، طبعا انا قلباه في اجزاء هي مقلوبة، في اجزاء لسه بقلبها بايديا كده. بصوا شايفين نفش ازاي، انا ما كنتش عاملاه بالارتفاع ده ابدا، نفش اهو. انا بقى بقلبه بايديا، ما بفتحش عليه شوايه ولا حاجه. جربوه هيعجبكم جدا جدا، واديله ولادكم الصبح للمدارس كتغيير كده. واتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم. لو عجبكم الفيديو بتاعي ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني. اشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.